السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناه اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب سولو ليفلنج. النهارده هيبقى الكلام على شيهن وهاو تو جير هير واحسن جير و تجيب السلاح اسرع طريقه ازاي. ومن غير ما اطول عليكم الفيديو نخش في الانترو وارجع لكم تاني على طول. Move your body. ورجعت لكم تاني بعد الانترو. زي ما انتم شايفين كده انا شيهن عندي ليفل 58، لسه ما جبتش الويبن بتاعها، خلاص هجيبه بكره او بعده بالكتير. وطبعا بعد ما اجيبه هعمل شوكيس ليه طبعا، بس دلوقتي الشوكيس بتاعها والارتفاكت جايد وكل حاجه تبقى دلوقتي ولما اجيب الويبن ان شاء الله. عشان انتوا زي ما انتوا عارفين انا فري تو بلاي ولسه معيش التيكتات المطلوبه، فهعمل عنه شوكيس الويبن لوحده. زي ما انتم شايفين السكيلز بتاعتها عندي البيزك سكيل عندي ليفل 4، والاثنين بيزك سكيل عندي ليفل 4 والالتيميت ليفل 5 زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل الابجريد كمان لليفل 4 هنا عشان تبقوا عارفين بس. طيب يا جماعه السكيلز بتاعتها اوريدي هي بتسكيل اوف اتاك زي ما انتم شايفين. السكيلز بتاعتها بتعمل ايه؟ هي غير انها بتسكيل اوف اتاك وطبعا قويه جدا، بتقول لك دي لايت دامج عشان هي لايت كاركتر. element damage when the user lands a critical hit it applies the waltz of wizard. الwaltz of wizard دي بتعمل ايه بقى؟ بتقول لك the dancer can be used an infinite number of times while the effect is active, the duration is 3 seconds. يقول لك الانفينيت دانسر، the dancer دي اللي هي السكلايه، بتقول لك هي لما بتضربها مره، لما بتلاند كريت هيت بتعمل حاجه اسمها والتس اوف سوردز. الوالتس اوف سوردز دي ممكن تخليك تفضل تدوس على الكيو، هي دي الكيو سكيل بتاعتها اسمها ذا دانسر، تخليك تدوس على ذا دانسر دي انفينيت نمبر لمده 3 ثواني. يعني طول ما هي سريعه وبتضربها، طول ما انت بتدوس عليها، طول ما هي بتعمل. بيقول لك the dancer the user and the critical hit damage increase by 8% stacking up to 3 times. يعني انت كل ما تفضل تدوس كل ما يديك، كل ما تكريت هيت كل ما يديك اكسترا ستاك على الدامج بتاعك. خلاص. وبعد ما بتابلاي وولز اوف سورز بتقول لك الافكتيف سكيل يوز از ابلاي ذا دانسر، بعد كده بتابلاي ذا دانسر سكيل. خلاص تمام. السكيل اللي بعدها بتقول لك دي طبعا المين دامج ديل بتاعك، بتقول لك ديلز رقم خزعبلي 2072 على من اليوزر اتاك دامج. بتقول لك دي لايت دامج element damage upon the final hit it knocks down the target. بتقول لك بتعمل له نوك داون بعد ما تضربه اخر ضربه. والدامج to the target inflict with the brand effect is increased by 15%. apply the unrecoverable effect to target when this skills hit. تقول لك ال unrecoverable بقى target are unable to recover HP duration 30 seconds. بتقول لك لما بتضربها الضربه اللي هي الاي دي اللي هي دي اسمها sword of light، بتديك حاجه اسمها بتعمل حاجه اسمها unrecoverable لما ما يبقى عليها البراند دي اللي هي ايه؟ البراند دي اللي هي الباسيف بتاعتها فين؟ فين؟ ثانيه اجيب لكم الباسيف بتاعتها يا جماعه عشان تلاقيها اهي. البراند بتقول لك increase the critical hit rate and the critical hit damage by 12% to the target hit by a skill. لما بتضرب عليها سكيل تمام بيديك حاجه اسمها البراند اللي هي الحاجه دي. لما بتضرب بقى الاي وهو محطوط عليه براند بيعمل ايه؟ بيديك ابلاي ان ريكفربل، بيعمل بقى ايه؟ بيديك ان ريكفر. خلاص. فانت تضرب سكيلايه قبل ما تضرب الاي هيقوم حاطط عليه الان ريكفر. قشطه قشطه. الالت بتاعتها طبعا فشيخه، بتديك اول حاجه بتعمل ديلز لايت دامج ايكوال تو 3169 من الدامج. طبعا ده رقم خزعبلي وانا عامله ليفل 5. تمام. فبيقول لك ايه when the skills hits it inflicts the airborne effect، بترفع اللي انت ضربته. خلاص. وبعد كده بتقول لك لما بتاتاك براندد تارجت دامج از انكريز باي 30%. البراندد دي نرجع نقول اللي هي ايه؟ اللي هي لما بتضرب اي سكيلايه من دول، فانت تضرب السكيلا دي، بعد كده تضرب السكيلا دي تحط الانريكفربل، وبعد كده تقوم ضارب الالت، هتقوم مزود الالت دامج ب 30%. اظن مفيش اسهل من كده. ونخش في الارتفاكتس على طول. زي ما انتم شايفين كده انا حاطط التفنس ارتفاكت والارمد ارتفاكت. زي ما انتم شايفين كده انا مش من الناس اللي بتحب تحط 4 نفس الست في هنا او هنا، بس شيهن ليها وضع خاص. ليه؟ لانها الكريت هيت بتاعها والكريت هيت ريت بتاعها قوي جدا. خلاص. انت لما بتدوس على الشخصيه عموما كده بتدوس على الريكومندد ستاتس، بيقول لك الريكومندد كريت هيت ريت والكريت هيت دامج والاتاك. خلاص. فانا اكتر حاجه مركز عليها في الستاتس بتاعتها الكريت هيت والاتاك. زي ما شايفين اتاك اتش بي واتاك هنا
هنا للاسف البودي ارمر ما فيهوش غير اديشنال ديفنس، فانت بتحط بعدها بقى اتاك وديفنس بنتريشن، ده اللي قدرت اوفره. هنا نفس الوضع، وكريت هيد دامج، اديشنال اتاك وكريت هيد دامج واتاك بيرسنت، وهنا اديشنال اتاك و اديشنال دامج انكريس. خلاص. فانا حاطط اتنين من التفنس واتنين من الارمد، عشان الارمد بتزود الاتاك والتفنس بتزود الكريت هيت ريت باي 8%. طبعا الست بتاعت النكلس و البريسلت والرينج والايرنجز انا حاططها كلها اكسبرت، بس يعني انا حاسس كده انها هتبقى احسن لو عملت ايه، لو غيرت الاكسبرت دي وحطيت اتنين من الشامبيون اون فيلد، عشان هي بتديك اتاك انكريز باي 5% when landing critical hit. ويعني انا حاسسها كده هتبقى جزء قوي منها. بس لسه معرفش، يعني لسه ما حددتش، انا بجرب كده وبجرب كده. زي ما انتم شايفين انا ما عنديش لسه اير رينج ليجند الشامبيون اوف ذا فيلد عشان احطه عليها، والايرنجز كمان نفس الوضع، لسه ما عنديش الليجند ريراليتي بتاعته، فلسه ما حطيتوش. بس زي ما انتم شايفين كده هي الاكسبرت جير عليها قويه جدا، والاتاك والتفنس ست عليها طبعا مدمرين. في ناس بتحب تحط الاربعه من نفس الست، ف بتحط مثلا، هتحط تفنس 4 تفنس، او بتحط 4 تفنس بس تحط 4 ارمد، لانها بتسكيل اوف هيت كريت ريت اصلا. خلاص. فهو ده الارتفاكتس اللي انا حاططها، وطبعا قويه جدا يا جماعه. انا لسه معيش الويبن بتاعها زي ما انتم عارفين، فحتى وانا معيش الويبن الليفل بتاعها 39، التوتال باور بتاعتها 39,000. شويه ستاتس يا جماعه رهيبه. زي ما انتم شايفين كريت هيت ريت عندي 11%، الكريت هيت دامج 108%، والديفنس بنتريشن عندي ديفنس بنتريشن ودامج انكريز وشويه حاجات كده بقى سايد زي ما انتم شايفين كده. بس في لايت دامج في البريسلت زي ما انتم عارفين. هنا حاططها لايت دامج عشان تبقوا عارفين. طبعا حاطط بقى اكتر حاجه ممكن يبقى فيها كريت هيت هنا، وهنا برضو اديشنال اتاك، وهنا اديشنال اتاك واديشنال ام بي ودامج انكريز. فالحاجات اللي قدرت اوفرها في الايرنجز والحاجات دي، طبعا انا فري تو بلاي فمش قادر اجرايند الانستنت دنجن يعني بقوه زي ما بجرايند بقيه الحاجه. فزي ما انتم شايفين انا واصل لدوبك لتير 6، لسه تير 7 مش عارف اعديه في اي حاجه. هنا او هنا عديت التير 7، بس زي ما انتم شايفين كده 0 ستار ريت حرفيا، وبتعذب كل ما اجي اعديه، فالموضوع صعب جدا بالنسبه لي. مع ان الاسلحه بتاعتي في الدارك كويسه، واسلحه الفاير واللايت كويسه عندي، بس يعني مش عارف حظي مش قد كده فيها. فده للاسف اللي قدرت اعمله. طبعا الشوكيس انا هعمل شوكيس فين؟ في هنا في الانكور ميشنز، المين انكور ميشن الجاينت اراكنيد. طبعا انا عديت ال7 التير 7 وتير 8 هعديه معاكم دلوقتي. طبعا وانا بلعب هشرح لكم ايه فكرتي. زي ما انتم شايفين كده هي دي الارتفاكتس اللي حاططها. طبعا التيم كله لايت، حاطط اسمه ايه ده عشان البريك دامج بتاعه، حاطط الهيلر عشان الاديشنال اتاك اللي بيديه، وشويه ستاتس حلوه، وطبعا شيهن عشان الشوكيز بتاعها. طبعا من غير ويبن، لو بالويبن هيبقى اسهل كتير واسرع. بس زي ما انتم شايفين هي التوتال باور بتاع التيم بتاعي 120,000. وزي ما انتم شايفين كده انا السكيلز بتاعت الشخصيات التانية مش عامل لها ابجريد قوي. والله بما اني هنا ممكن اخش اعمل لها ابجريد. زي ما انتم شايفين كده انا اوريدي الجولد بتاعي كويس يعني الى حد ما. انا اعمل ابجريد الالت اصلا ليفل 5، اعمل لها ابجريد مثلا تبقى ليفل 6. لو حطيت ليفل 6 هيزود حاجة، وريني الزيادة تبقى عاملة ازاي. اقول لك هيفلي بليسنج وديسكسنج هيت كريت هيزود 12%، 12%، 40%، 40%. مش شايف فيها اي اختلاف غير في الدمج بس هنا من فوق. ما اعتقدش هي ورثت يعني. هنا بيقول لك punishment increase damage taken by 15%. وهنا هنا بيقول لك light knockdown و disguised recover rate increase by 100%. إذا عملت upgrade ال disguise level by هتزيد بتاع حاجة. لا، اللي بيزيد when the skill is used the user entire team recover equal to max HP. والله هي مش ورثت بصراحة.
والسكيلز بتاعت اسمه ايه هنا، عامل لها ابجريد ليفل 4 ليفل 4 زي ما انتم شايفين كده، عشان عايز البريك بتاعه يبقى اعلى حاجه. الالت حتى مش عاملها ليفل عالي، معرفش لو علتها هل هتزود الديوريشن بتاع البتاع. لا طبعا مش هتزود حاجه، ولا حتى الدامج انكريز، لا لا خالص. خلاص هو ده التيم زي ما انتم شايفين كده. الارتفاكتس زي ما انتم شايفين، السكيلز. اللي عايز يبوز وياخد الارتفاكتس دي، طبعا لو عندك اي ارتفاكت تانية اعلى من الارتفاكتس دي، انا حاطط هنا يعني ارتفاكتس عادية عشان الشخصية انا بستخدمهاش كتير، فممكن احتاج الحاجات دي في حتة تانية. بس والله انا ممكن ايه احط ده هنا، انا اوريدي ايه الموضوع ايزي يعني اهو. تمام. وزي ما انتم شايفين كده ممكن احط البريسلت دي، بس انا مع الاسف ما عنديش لايت بريسلت من دي. عندي فاير هنا، دي لايت دامج للاسف. ممكن احط دي دارك دامج، ودي دارك دامج للاسف يعني. لايت دامج زي ما انتم شايفين كده، اتاك مديها اتاك هنا برضه مديها اتاك. ممكن احط واحده من دول تديله اتش بي بيرسنت او حاجه، معرفش. ممكن احط دي كمان. احط دي، بما اني هنا كده كده زي ما انتم شايفين انا عامل كل الحاجه هنا ليفل 10، وهنا نفس الوضع. هنا دي ليفل 10، حتى مش عامل ابجريد للحاجات اللي هنا زي ما انتم شايفين. فهنخش في الفايت على طول بقى بما اننا. طيب يا جماعه، انا عملت ريكورد عشان هي خدت مني كذا مره، فعملت ريكورد وهوريكم ريكورد وانا بلعب. هشرح لكم بقى فكرتي ايه وانا بلعب. اول حاجه انا طبعا حاطط اللي بيعمل بريك الاول هنا، عشان اول ما اخش ابدا انقص من الشيلد بتاعه، لان الشيلد بتاعه رخم قوي وتقيل. فزي ما انتم شايفين كده اول ما دخلت عملت دوج واستدعيت الشادوز بتوعي وبدات اضرب فيه عشان اخلص عليه. زي ما انتم شايفين كده ال البريك بتاعي مش قد كده، ما عرفتش اخلص عليه في روتيشن، فرحت مبدل على الهيلر وبدات اضرب السكيلز بتاعته، ورحت ضرب الالت على طول عشان تديني الاكسترا دامج والاكسترا هيت ريت، ورحت مرجع تاني الشخصيه بتاعت البريك. حاولت اعمل دوج هنا بس اتمسكت، وبعد كده رحت راجع تاني بادئ ضرب فيه اخلص على الشيلد بتاعه. واول ما خلصت رحت مبدل على شيهن زي ما انتم شايفين كده، ضربت الكيوهات بتاعتي، فضلت استاك الكيو بتاعتي ورحت ضارب الاي، وبعد كده رحت عامل دوج وبدات اضرب الاي بتاعتي والكيو. واول ما خلصت ضربت الكيو وحطيت عليه البراندد وحطيت عليه الان ريكفر، ورحت ضارب الالت عشان تعمل اكسترا دامج. وزي ما شفتوا كده الالت طيرت 3 او 4 من هيلث مره واحده. زي ما انتم شايفين هو هيطلع عشان يحاول يعمل ريكفر، بس طول ما انا حاطط عليه البراندد زي ما انتم شايفين كده هنا اهي شايفينها. دي العلامات اللي بتبقى عليه، زي ما انتم شايفين كده عليه العلامه بتاعت الان ريكفربل، فما بيعملش ريكفر. حتى هو كان طلع حاجه و40 تقريبا، هينزل برده حاجه و40، مش هيختلف خالص، مش هيعمل هيل يعني. والموضوع الان ريكفربل ده بيقعد 30 ثانيه، فانت معاك زي مهله كده. زي ما انتم شايفين كده ليفل هيلث 39، فما عملش تقريبا ريكفر حاجه خالص. وبدات تاني ارجع اكسر الشيلد بتاعه اسواب عشان اخد الاتاك ريليتد ستاتس، وابدا اعمل الالت بتاعته. زي ما انتم شايفين كده اول ما ضربته جات لي الالت، رحت ضارب الالت على طول ورحت مرجع تاني زي ما شفتوا كده البريك كاركتر عشان ابدا اعمل بريك. واول ما خلصت البريك بتاعتي رحت مرجع شيهن كيو 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 كيو، ورحت ضارب اي عشان احط عليه البرين ديد عشان ما يرجعش يعمل ريكفر، ورحت ضارب الاي كيو، ورحت ضارب الار. طبعا الار عندي ليفل 5، فراحت عامله كريت ومخلص عليه حتى من غير الريكفر التاني. وزي ما شفتوا هو ده كان الكلير. بس كده هو ده الكلير بتاع الاراكنيد التير 8 يا جماعة. وهو ده الشو كيس بتاعها. لو عايزيني اشو كيسها في حتة تانية يا ريت تقولوا لي. طبعا الارتفاكتس اللي باخدها كلها ارتفاكتس من النوع اللي انا مش محتاجه، لان انا للاسف لحد دلوقتي يا جماعه زي ما قلت لكم ما بقدرش اعدي التير 4 حتى بتاعه الدوج هنا، لان انا معيش الهانتر الاس اس ار الووتر هانتر، فطلعني عيني بصراحه. حتى بصوا الاس ار ووتر هانتر عاملهم ليفل 47 وحاطط لهم ارتفاكتس وبتاع، بس للاسف مفيش خالص. محتاجها فعلا ومش عارف اجيبها. بس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. طبعا لما ينزل لما اقدر اجيب السورد هعمل له شو كيس. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتس عشان اقدر اطور من نفسي. وقولوا لي ايه رايكم في اللعبه اللي تقريبا بقت جديده. وبس كده، لو حد عايز حاجه مني سيبها لي تحت في الكومنتس. وسلام.